السلام عليكم متابعيني، شلونكم؟ إن شاء الله كلكم تكونون بخير. اليوم الوصفة مالتنا راح نسوي حلاوة الطحين بالكراميل. طبعا الجو بارد ويحتاج نسوي حلويات، فاليوم راح نسوي هاي الحلا السهل وسريع ومكوناته موجودة بكل بيت. إذا عندك حليب أكيد راح تقدرين تسويها ويانا. أول شي راح نموع نص كوب من الزبدة، أموعة بالجدر مالتنا، بكيفكم تستعملون جدر، طاوة غميجة، حسب اللي يعجبكم. المهم شيء انتوا تقدرون تشتغلون بيه براحتكم. من راح يموع عندنا تمام، راح أضيف فوقه كوب طحين ونبقى نقلب بيه لحد ما يتغير لون الطحين وشوية يصير على أصفر على جوزي هيجي. كلش ضروري هاي الخطوة حتى تفرغ عندنا الرطوبة من الطحين. راح نقلبه كل زين ووراها راح أطفي النار. من راح تطفون النار راح تحسون الطحين رجع مرة ثانية صار سائل، بس هو مو سائل، بس الشكل ماله يوحي بهالشي. شوفوا هنا قلبته كل زين. راح أشيله من النار وأخليه يبرد تمام. راح نجيب نسوي لتر حليب سائل، استعملت حليب محمود. اللتر أخلي له تقريبا كوب حليب باودر ونخلطه زين، نخليه على النار لحد ما يبدي يفور عندنا. من يبدي يفور راح نيجي نضيفه فوق الطحين. طبعا هو وحار وفاير. باع الطحين مثل ما قلت لكم من تهدوه راح تحسون انه سائل، بس هو لا، بس تقلبونه راح يصير مثل فتافيت. ضروري انه تضيفون الطحين الحليب شويه شويه، واحنا نبدي نخلط بالطحين لحد ما يذوب عندنا تماما. من تضيفون كميه الحليب كامله راح تشوفون اكو لكاليك صارت بالحليب، فهذا الشيء كلش عادي. من تستمرون بالخليط راح يصير ثخين عندنا، وراح اللكاليك هاي كلها تروح. اذا ما راحت عندكم تقدرون تخلون هاي المهراسه مال الشوربه البلندر تقدرون تسوونه بيها، فما راح تبقى عندكم اي تكتلات، ولو انه بالايد هم ما يبقى عندنا. بعدها راح تشوفون الخليط صار كلش ثخين والقوام ماله كلش حلو. طبعا هاي كلها احنا بعدنا مشعلين النار. بعدها نشعل النار ونبقى نخلط بيها شويه لحد ما يصير القوام اخف وكريمي، شكله كلش حلو. شوفوا هسه من اواخر من الجدر مالتي، يعني كانه عبالك كتله واحده. نستمر بالخلط لحد ما نوصل لهذا القوام الناعم حيل. هضيف عليه كوب شكر وكيس فانيلا، ونستمر همينا بالخلط لحد ما نتأكد انه الشكر كله ماء. طبعا القوام يبقى مثل ما هو كريمي، راح يصير شوية اخف، بس مع هذا هو راح يبقى ثخين وكلش حلو. من نتأكد انه الشكر كله ماء راح نجيب القالب البايركس مالتنا ونصبه بالقالب. من نصبه بالقالب مالتنا لازم نتأكد انه احنا نعدل السطح مالته. طبعا بالخاشقة راح تشوفون نفسكم شوية ما مسيطرين، بس تعوفوه في الدقيقة واحدة وتجون عالية بإيديكم تقدرون تعدلوها لين راح تصير هي كتلة واحدة وما راح يشوي إيديناتكم. فورا ما نرتبه راح نجيب الكراميل ونصبه فوقه. طبعا الكراميل أنا الوصفة مسويتها لكم وموجودة بالفيديوهات السابقة للقناة، وراح أخلي لكم رابط الفيديو بصندوق الوصف. خليته بالكيس مال الحلواني ووزعته بهذا الشكل، وبعدين راح نعدله بالخاشوقة حتى يغطي الوجه كله. واخر خطوه سويتها خليت شويه فستق حلبي على الوجه، سوينا لنا ورده هيك بالطرف وبالوسط العفو، وعلى الاطراف سوينا. طبعا شكل الحلا كلش طيب. ندخله للثلاجه يبرد وبعدها راح تقدمونه وعلينا وعليكم بالف عافيه. شوفوا لي التماسك مالته واللمعان مالت الكريم مش حلو ومرتب، والشكل مالها كلش راقي. وهنا راح نقطعها ونقدمها بالماعون مالتنا. شوفوا لي القوام مالته شلون مرتب. كان المفروض اتركها شويه تبرد اكثر الا اقصها، بس انا قصيتها بسرعه فاكو كراميل نزل جوا. طبعا كلش سهله وبسيطه وحيل طيبه، انصحكم تجربوها. وعلينا وعليكم بالف عافيه. مع السلامه.